لما تعرفش انت رايح فين، اي طريق هيوديك في اي حته. تخيل انك تعبت سنين طويله وحققت نجاح كبير جدا، وفجاه اكتشفت ان النجاح الكبير دوت هو ملوش لازمه. الاصعب من انك تفشل هو انك تنجح في المكان الغلط او تنجح في الطريق الغلط. في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعاليه، ستيفن كوفي بيبدا العاده التانيه بنصيحه غريبه جدا. بيقول لك روح مكان هادي بعيد عن اي مشتتات، عشان العاده التانيه دي هتخليك تعيد الخطة بتاعة حياتك، وممكن كمان تعيد الهدف بتاع حياتك هيبقى عامل ازاي. ستيفن كوفي قدم مثال او حكاية عشان يقربنا للعادة التانية. بيقول لنا لو انت ماشي في جنازة، صحيت جهزت نفسك ونزلت، وانت ماشي في الجنازة دي قابلت 4 انواع من الشخصيات: جارك، وبعد كده قابلت زميلك في الشغل، وبعد كده قابلت صاحبك، وبعد كده قابلت حد من العيلة بتاعتك. وانت ماشي عمال تقرب للنعش. تخيل كده معايا الموقف: تفتح النعش عشان تعرف مين اللي توفى ده، تلاقي نفسك انت اللي توفيت. وانت ماشي ما بين ال4 شخصيات اللي قلت لك عليهم، تفتكر كل شخص فيهم هيقول ايه؟ يعني جارك هيقول مثلا هو كان هادي ومسالم وكل شويه كان بيساعدنا. طب زميلك في الشغل بيقول ده كان عليه حته تارجت وزعبالي ما كانش بيفلت منه تارجت في اي شهر. ولا هيقول عنك ان انت كنت شاطر ومتعاون وبتعرف تشتغل صح وطورت الشركه. طب صحابك بيقولوا ان انت كنت جدع وقفت معاهم في كل مشكله هم وقعوا فيها. طب العيله بتاعتك بيقولوا انك كنت فعلا بار بالوالدين وفضلت واقف جنب اخواتك. ولا تفتكر هيقولوا عليك ايه؟ في مشكلة إن أغلب الناس بيكتشفوا متأخر إن كل النجاحات اللي هم سعيوا ليها للأسف كانت على حساب حاجات مهمة أكتر. ستيفن كوفي بيقول لك حاجة بسيطة جدا بس مهمة: إن أي حاجة أنت بتعملها ليها مرحلتين. مرحلة first creation اللي هي أول حاجة mentally أنت في عقلك فكرت فيها الأول، وتاني مرحلة هي second creation activity اللي انت هتعملها او النشاط اللي انت هتعمله علشان تحقق الحاجة اللي جت في ذهنك دي. زي مثلا انت لو رحت بنيت بيت للعيلة، ربنا يكرمك كده، هتفكر ازاي؟ يعني مثلا انت عندك عدد افراد العيلة كذا، فانت عايز البيت دوت او الفيلا دي عدد اوض كذا. طب انا عندي اطفال كتير، لا انا عايز مكان العيال يلعبوا فيها. طب اصلا مكان البيت ده هيبقى فين عشان يكون قريب من النوادي او المدارس او المولات والمحلات عشان نعرف نجيب الحاجه بتاعتنا؟ كل دي تخطيطات انت بتعملها في ذهنك قبل ما تبدا تعمل الحاجه، وبعدها تبدا تبني البيت بتاعك. عشان اقول لك على حاجه: لو التصميم بتاعك غلط والمكان بتاع البيت غلط وكل حاجه غلط، حتى لو البنى بتاعك من دقته 100%، فانت التصميم والمكان الغلط خلى البنى كله ملوش اي 30 لازمه. زي مثلا تخيل انك ماسك سهم وهتضربه على الهدف، لو مفيش هدف انت تضرب السهم فين؟ هتضربه عشوائي، وبالتالي السهم ملهوش لازمه ساعتها. لو انت رحت اشتغلت في اي شركه كبيره هيقول لك في حاجتين مهمين: فيجن وميشن. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفيجن هي الهدف اللي انت عايز توصل له، رؤيتك للشركه عايز توصل ازاي. انا عايز الشركه دي تبقى اكبر 5 شركات على مستوى الشرق الاوسط مثلا. اوكي، ده هدف هيفضل ثابت طوال ال5 سنين مثلا. طب الميشن؟ الميشن هي الخطوات اللي هنمشيها عشان نوصل للهدف ده. الميشن فليكسيبل، ممكن نعدلها على حسب الظروف ساعتها، لكن الفيجن بتاعتنا ورؤيتنا او الهدف بتاعنا ما بيتغيرش، هو هيفضل ثابت عشان نوصل له في النهايه. زي مثلا اي مهاره انت عايز تتعلمها يقول لك شوف الرود ماب بتاعتها، يعني ايه؟ شوف الخريطه اللي انت هتمشي بيها علشان توصل في وقت معين او باقصر طريقه المهاره دي تبقى متقن فيها وتقدر تشتغل بيها بعد كده. لكن لو انت ما عندكش رود ماب هتفضل سنين وسنين تتعلمها وفي الاخر مش هتوصل لاي حاجه. يا اما تحدد هدفك او هتسيب غيرك هو اللي يحدد لك الهدف بتاعك. ناس كتير جدا بتقول انا عايز اتعلم الاداره، لكن الصح ان تتعلم الاولى هي القياده. ليه؟ عشان القياده هي اللي بتختار الطريق الصح، لكن الاداره هي اللي هتعرف بعد كده تمشي في الطريق ده صح. عشان انت لو الاداره بتاعتك بيرفكت، محدش بيدير زيك بس في الاتجاه الغلط، كل ده ملوش لازمه. كان في مقولة ستيفن كوفي خدها من واحد اسمه ماركوم، هعرضها لك على الشاشة. المقولة دي مهمة جدا لدرجة إن ستيفن كوفي استخدمها في الكتاب بتاعه. هي بتقول إيه بقى؟ اليوم عندما أنظر إلى حياتي الماضية، حيث كنت بعض الأحيان أفعل ما يطرأ علي ذهني فحسب، اكتشفت أن ما كنت أراه رائعا ومغريا بالأمس يبدو لي عبثا وبلا قيمة اليوم. على سبيل المثال، كل النجاحات التي حققتها مثل كوني معروفا وأحظى بثناء الآخرين، ومثل كسب المال أو إثارة إعجاب شخص ما، أو السفر على طول الأرض وعرضها، وتفسير وتجربة كل الأفكار الهزلية. وعندما تتأمل في ماضيك ستكتشف أن كل ما تفعله لإسعاد ذاتك ما هو إلا خيال، أو ما يطلق عليه باسكال لعق الأرض. أظن كده مفيش أحسن من الختام بالمقولة دي. كده جمعنا الفكرة التانية في العدد السبع للناس الأكثر فعالية، وهي ابدأ والهدف في ذهنك. كده احنا خلصنا عادتين: أول عادة كن مبادرا، والتانية ابدأ
وهدف في ذهنك، وعشان تعرف تكملهم مع بعض لازم تحتاج عادة تالتة تخليك ازاي تنظم وقتك صح، وده الموضوع بتاع الحلقة الجاية. متنساش اللايك والاشتراك.